عسلامة اليوم باش نعملوا الزريقة اللي هي يعني ديسير تونسي زمني ناكلوه برشا في رمضان وفي المناسبات. دونك هذه وصفة زمنية وقديمة، وصفة عتيقة. ويلا نبداو مع بعضنا بالمقادير. الزريكة تتكون من كريمة وبريكة حلوة، زوز مع بعضهم باش نستحقوا هوني الفاكهة. أنا حطيت هونيا 100 جرام لوز بالقشرة مرحي، 100 جرام زوزة مرحية، 100 جرام نوازات، و80 جرام بيستاش باش نحط شوية لداخل وشوية باش نزين بيه. عندي 50 جرام زبدة والعطرشية، دونك ماء العطرشية والوراق متاع السمسة. هذم هما المقادير متاع الحشو. باش ناخد توا الفاكهة متاعي الكل، دونك اللوز الزوزة. انتوما تنجموا تحطوا اي نوع متاع فاكهة تحبوا عليه، تنجموا تخلطوه حتى بين الكاكاوية والجرجلان تعطي حاجة بنينة ياسر. تنجموا تعملوها نوازات بركة بيستاش، يعني فريمون حسب الذوق وحسب الامكانيات كيف كيف، دونك كيما تحبوا تعملوا. نخلّطهم مع بعضهم. فما شكون يحب يزيد هنايا السكر المحوّر، أنا الحقيقة ما نحبش ياسر الحاجات الحلوة، دونك ما حطيتش سكر محوّر. ومع الحلاوة متاع الكريمة باش تكومبونسي بعضها يعني ما يقلّقش. اللي يحب ينجم يزيد على الكمية هذي 80 جرام سكر محوّر. بديت هوني حطيت مغرفتين كبار متاع ماء العطرشية. أنا حطيت ماء عطرشية، تنجموا تعوضوه بالزهر ولا بالماء الورد كيف ما انتوما تحبوا. ونبدأ نلم الفاكهة متاعي بشوية بشوية، وكان ما كفتنيش الكمية هذيك باش نزيد عطرشية. أنا كليت لي حسب التقريب 4 مغارف كبار متاع عطرشية. بعديكا بديت باش نلم العجينة متاعي بالطريقة هذيا. تلمت لي العجينة كيما تشوفوا. باش ناخد وراق السمسة متاعي، خديت هاك الوراق الريكتانغولار المستطيلة، وباش نحاول نكيل دي بوندلات متاع 5 سنتيمتر. هوني خرجت وراق الملصوقة متاعي وحطيتهم فوق بعضهم مستويين باش نجم نقص لي بوندلات متاعي، نحطوهم بالطريقة هذيا. فيها شوية وسع بال وسورتو لازمنا نحيو البلاستيك اللي متاع الملصوقة. خديت المسطرة متاعي وكيلت 5 سنتيمتر. نجموا تعملوا 4 5 الحجم ما يهمش انتوما من بعد والكوبات اللي باش تحطوا فيهم. كان كوباتكم كبار تنجموا تكبروا ولا تصغروا، ما يقلقش. وبيان سور باش ما يشيحولناش باش نحطوهم في البلاستيك، دوك نقص شاك فوا كيما تشوفوا بالمقص ولا بالكوتور كيما متوفر عندكم. وبعديكا نحطها في البلاستيك متاعي، نواصل العملية حتى كشي نقص لي بوندليت متاعي الكل. حضرت لي بوندليت متاعي الكل، حضرت الحشو، ذوبت الزبدة كيف كيف، وتوا باش نبدا نخدم لي بودان صغار متاعي. دونك أول حاجة باش ناخد بانسو وندهن الملصوقة متاعي باش ما تقعدش شايحة وتنجم تشد في بعضها. كيما قش علينا باش نعملو السمسة ولا البريكة الحلوة متاعنا يعني. باش ناخد شوية من الحشو نفورمو شوية بيديا هكايا، وباش نلف عليه ورقة الملصوقة بالطريقة هذيا. وكان خرج لي الحشو شوية من البرا ندخلو ما فما حتى مشكل. هوني مانيش باش نلوجو برشا على الاسبي استيتيك متاع لي بودان هذوما، مانيش مطالبين باش تبداو في نفس الحجم ونفس الفورمة، على خاطر من بعديكا راهم باش يتحطوا في وسط الكريمة، دونك ما يقلقش. هوني هاني باش نوريكم ال- الطريقة مرة أخرى. يعني سهلة برشا، يعني ما تستحقش فلسفة كبيرة ولا ميتريز كبيرة. أي إنسان حتى ولاد صغار ينجموا يعاونوكم يعني ما يقلقش. كيما تشوفوا باش نعاود ناخد بارتي متاع الفاكهة وباش نرولي البات متاع السمسة متاعي ولا الفوي دو بريك ولا ما عادش كيفاش يسميوهم بالعربي الحقيقة متاع ربي. فوالا ونلفها ونكون ديجا حضرت طبق بالبابي كويسون باش نحط عليه لي بودا متاعي هذوما. انا حاسيلو خلط عليا قريب وقت متاع تطيب العشاء،
دونك جبت غونفور معايا، هذايا راجلي يعطيه الصحة وربي يفضلو، جاي يعاون فيا. كيما تشوفوا هو il n'est pas pâtissier يعني ماهوش يعمل في الحلو، مي نجم يقد معايا وعمل لي دي بودان ياسر مزيانين ومستويين. دونك باش نوريكم اللي أي إنسان ينجم يخدمهم. هاذوما لي بودان متاعي، باش نمشي نحطهم في الفور لمدة 10 و15 دقيقة على نار متاع 180 درجة. هنا حطيت الكريمة متاعي باش نبدا نحضرها. نستحق الإيترا حليب، باش نستحق المغرفتين كبار متاع عطرجية حتى 4 مغارف. باش نستحق 4 كعبات عظم باش ناخذ الأصفر متاعهم هكا هو، و200 جرام سكر. المرحلة الأولى باش نحط الحليب متاعي ومعاه شطر الكمية متاع السكر، دونك باش نحط 100 جرام سكر مع إيترة الحليب وباش نخليهم يغليوا بشوية بشوية. في نفس الوقت باش ناخو الأصفر متاع العظم ونزيدو 100 جرام السكر الثانية اللي باش نخدم بها. أنا باش نركضهم في ساعة جوست باش ندخل العظم مع السكر وما يقعدوليش محبين. بون هذه طريقة متاعي ديما نخدم بها الكريم باتيسير. دوبا ما يبيضوا لي الأصفر متاع العظم باش نزيد هنيا النشا متاعي. دونك هنا حطيت 4 مغارف كبار متاع نشا، ونعاود نركضهم في ساعة وندخلهم في بعضهم باش من بعد نتحصل على خليط ما يبدليش فيه لك عابر لا حتى شيء. من بعد فريمون تعطينا تكستور متاع ياغورت دانيت ولا متاع اون كريم ديسير. هذا هي الخليط متاعي حضرته. باش ناخو الثلث متاع الحليب السخون نخلطو مليح مليح مع الخليط هذايا. دوب ما نحسو تخلطو مليح وما عنديش كعابر لا حتى شيء، باش نجي نصب الخليط هذايا في وسط الحليب ونمشي نطيبو على نار تكون متوسطة. بيان سور ما نوقفوش التحريك باش هكاكا ما تشدلناش الكريمة متاعنا. كيما تشوفوا نحركو بالفوي. انا بعد وين نطيب في الكريمة نسيت ما قلت لكمشي اللي الوصفة الزمنية اللي هي ناخذوا البريك هذاك ونقليوها في الزيت كيما نعملوا السمسة متاع قبل، ونزيدوا نحطوها في الشحور هكاكا تقعد كروستيانت كي نصبوا عليها الكريمة. انا الحقيقة بيسكو واحد بلبز ياسر بالجبونات والقليان والسكر وكل حبيت نعملها هكا خفيفة متاع ما فيهاش برشا سكر، دونك حطيتها في الفور وما شحرتهاش. دونك ماهيش باش تجي كروستيانت كيما اللي هي مقلية. دونك هذا اللي يحبك اللي على تقرميشة يقليها، واللي كيفي ما يقلقوش ينجم يحطهم في الفوخ. هنايا حطيت في القاع متاع الكوبيت متاعي البريكات. بعد راني زدت حطيت كعبات بريك في وسط الكوب من الفوق. ومن بعديك راني باش نزينهم الكوبيت هذوما بالفاكهة وانتم بيان سور تزينوهم كيف ما تحبوا. كملنا الزريقة متاعنا، وراهي الكمية متاع الكريم العربي اللي عملناها عملت لي 3 كوبات كبار كيما تشوفوا، و6 كوبات صغار هذوكم اللي يهزوا 180 مليلتر ابوبخي. زينت بالبيستاش وبشوش الورد، الكونتراست متاع الكولور عطاه حاجة ياسر مزيانة. ما نحكي لكمش على الريحة متاع الكريمة والفاكهة والكل. نستنى وقتاش نشق الفترة متاعي باش نذوقها. كالعادة كان عجبتكم الوصفة متاع اليوم حطوا لي سبسكرايب ابوني جيم وبارتاجيو مع اصحابكم، ونقول لكم ان شاء الله اتري بيانتو الوصفة الجاية وشهية طيبة. باي.